يا صباح الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني كتير من اخر فيديو. يلا بينا نبدأ فيديو النهارده، فيديو كده رايق وخطير هيعجبكم ان شاء الله. جولة في الجنينة مع ديكور كده قمر. والولاد بقى استغلتهم ان احنا في اجازة، وجبت كاوتشات بقى كده، وكنت جايبه سبراي. كنت هبيضهم يعني. فالراجل الموان نصحني باني ارش سبراي افضل وانضف. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. هنا بقى كنت بعمل ايس كوفي، واكتشفت ان الكراميل خلص. فاللي كنت عاملاه معاكم في فيديو من الفيديوهات بجد كان وهمي، يعني كان وهمي وموفر، وكل مكوناته موجودة عندك في البيت. لو انتوا عايزين ارجعوا للفيديو بتاعه، لو عايزين ابعت لكم اللينك برضو قولولي. هو كان بجد خطير. فخلص بقى، فبصراحة عايزة اعمل تاني. هو بياخد ربع ساعة نص ساعة كده تحضير. فروحت بقى لقيت عندي عسل ابيض، زينت الكوبايه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومديه بقى طعم رايق كده وخطير. ان شاء الله لو جربتوا الحركه دي هتفرق معاكم جدا. يعني انا كنت قلت مش هتبقى قوي يعني، بس جت معايا كده وطلعت لطيفه. هنا برضو الفوم الكوفي بايركس بقى ده انا جايباه من بداية ما نزل، يعني كان سعره 60 جنيه. اللهم بارك، يعني محافظة عليه على قد ما اقدر. عارفة ان في ناس بتسخن فيه اللبن في الميكروويف. هو بايركس. ممكن نعمل منه برضو الفوم اللبن. يعني مش شرط خالص نضرب الكافيه مع السكر مع المية الساقعة. ممكن نضرب لبن ساقع ونعمله ايس كوفي. برضو ممكن لبن سخن لو احنا في الشتاء وحابين نشرب نسكافيه. طبعا الترابيزة بشعة، فطبعا لازم تتدارى لانها فيها حتة حرق كده. فمش احلى حاجة طبعا. مش قادرة اوصف لكم بقى الكوشنز لما بنغيرها والمفرش يعني بيخلوا لي المكان اتنقل نقلة تانية. فسواء بقى في الجنينة، سواء في البلكونة، سواء في الانتريه. بجد خطير خطير يا جماعة. المفرش ده بقى انا وريتهولكوا هو والكوشنز، وريتهولكوا في فيديو مشترات. انا الاول بقى ان احنا نلمع الدنيا كده ونلمع الكراسي في الجنينة بنقطة من معطر ارضيات عادي، وبنحط عليه شوية مية وبفوطة كده ونبلها. بنمسح الكراسي، الترابيزات، الاسطح، اي حاجة عليها طبقة تراب بنشيلها. هنا حطيت الكوشنز. انا اشتري 2 كوشنز من غير حشو. الواحدة تقريبا عاملة 75، والمفرش نفسه مقاسه 145 في 145. عندهم لحد 2 متر واكتر كمان. لما طلبت منهم بعتولي لستة مليانة، يعني مليانة كل المقاسات. يعني انتي عندك ترابيزة صغننة تشتري لها مفرش على قدها، في لحد المفرش البيكنيك الكبير اللي بنفرشه على الارض احنا واصحابنا في اماكن بقى فيها خضره وزرع وحاجات زي كده. بجد كان شكله تحفه. وفي بقى منه كل الالوان، بيبي بلو بقى، اخضر. انا اخترت الاحمر، والاحمر الحمد لله كان موفق، وكان مبهج جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا دي اتبهدلت من الشمس يا جماعة. عندي حركة كل الزرع يعني خليته كده مصفر شوية. فانا هنقل مكانها خالص البرجيلة دي لانها لازم تتحط في ضلة. هنا برضو كنت شارية الفازة دي، مش فاكرة بصراحة كنت شاريها منين، بس اكيد كنت حطاها في فيديو من فيديوهات المشتريات. فهي شكلها بتاعت كافيهات قوي، بس عايزة وردة. هبقى اشوف لها وردة بعدين. بس هنا بشرب قهوتي عشان ندخل بقى الشمس تهدى شوية كده. نفرش مشمع على الارض، نرش بقى السبراي اللي انا اشتريته من الموان. سعر الواحدة كان تقريبا 60 جنيه. في الوان محددة بصراحة كانت عند الراجل. انا كان نفسي اعملهم بيبي بلو، اخضر، اصفر، الوان كده. بس انا قلت ايه، ارجع واخليهم لونين بس عشان ما يبقاش الدنيا فيها الوان كتير وفيها ازعاج كتير. الاحمر كان التغطية بتاعته بصراحة مش الطف حاجة يعني. عايزة 10 ازايز عشان اللون يبقى قوي يعني. الفضي بقى بهرني مع اني كنت قلقانة منه جدا. فضي ازاي مع شمس، مع نجيلة، مع زرع؟ مش حسيته. بس بهرني بجد، وهيبقى احلى كمان من الاحمر. كل ده نشوفه مع بعض. طبعا الولاد اتسلوا، خرجوا بقى معايا، قعدنا نرش. طبعا لازم نفرش حاجة عشان طبعا كل ده بيبهدل الدنيا. ونديله وقته، بيقعد ربع ساعة 10 دقايق بيكون ناشف خالص. ولو بقى بتطلوا حاجة كده وايديكوا اتبهدلت، عشان انا ايديا اكيد جه عليها بقايا من الفضي وكده، الاسيتون يا جماعة بيخرجها في ثانية. هنا برضو كنت جايبة العلبة دي منظم، فلونها كان بهتان كده وما عجبتنيش. هوريكم برضو فيديو المشتريات بتاعها في الفيديوهات الجاية.
طبعا رشيتها وسبتها تنشف تماما. اخد بقى الزرعايه البرجلايه القمريه دي لازم احطها في ضله. هنا بقى المكان ده ضله فما بتطلوش الشمس حتى في عز النهار، فاحطها هنا وابقى انزل بقى الحته دي اسقيها. بس ظبطت بقى كاوتشات وسبتهم ينشفوا. تاني يوم بقى ابتديت ارص تاني الحاجات، يعني كل ده مش في يوم واحد، بالتدريج كده حاولت اظبط الدنيا. عايزه اقول لكم بس ان المفرش والكوشنز يعني عايزه اقول لكم قماشتهم يعني ما حسيتهاش في الاول، يعني هي اكيد هتتحمل الشمس والحراره والمطر والحاجات دي، بس قماشتهم برضو ضعيفه شويه يعني مش سميكه. مش عارفه هتعيش ولا لا، لسه ما جربتش طبعا اغسلها، لسه فرشاها جديد. هنا بقى حطيت شجره ورصيت بقى الكاوتشات كده بالطريقه دي. كنت عايزه اجيب اكتر، عايزه ممكن احط فيهم زرعات. كل دي افكار لتزيين البلكونه والجنينه. طبعا الكاوتش كبير وتقيل، مش قادره اوصف لكم تقيل ازاي. فممكن برضو نحط بوتات زرع جوه كل واحده، وممكن برضو اقفلهم واعمل لهم اطار كده يبقوا بوفات كده محطوطة على النجيلة. شكلها كان لطيف بصراحة وحسيت باختلاف. السبراي بقى الفضي ده ممكن بقى نطلي بيه اي حاجة، طبعا في منه فضي وفي منه جولد. خطير حلو قوي والتغطية بتاعته عالية جدا. هنا برضو بحاول انقل الزرع، اجيب ده هنا ده مكانه هنا. البرجيلة العسولة دي صناعية، بحب طبعا ببخاخة المية كده اغسل البلاستيك بتاع الزرع نفسه. طبعا انتوا عارفين، طبعا اللي متابعني عارف اني عاملة ميكس ما بين الزرع الطبيعي والزرع الصناعي. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش لايك واشتراك وكومنت امر، وعارفه ان في ناس كتير بتتفرج عليا ومش عامله متابعه للقناه، فياريت تدوسوا على زر الجرس كده وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الكريس ده بقى عشقي، يعني انا لو هصرف اخر 100 جنيه معايا كده عشان اجيب ربع كيلو كريس انا بعشقه بصراحه، بس هو غالي جدا الفتره دي، فجبت حبه صغننين كده على قدي لان بجد بيبهرني وبيحسسني بأجواء خطيرة وصيفي كده وحاجة قمر. طبعا الفواكه اللي شبه كده وشبه الفراولة التوتيات عموما مهمة جدا للسيدات. هنا بقى بوريكم الفينش الأخير، وشوية بقى بشرب ليمون كده وانا قاعدة كده فردة ظهري وبريح بقى من المجهود اللي حصل النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم، ويكون الفيديو عند حسن ظنكم، وانتظروني في فيديو جديد.